بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاي النهاردة أرد على المشككين اللي بيستخدموا ملف حقوق الإنسان والحريات لضرب الدولة والتشكيك في ثباتها. إحنا يا جماعة ما بنقبضش على ناس سجناء رأي ولا كلام من ده. إحنا ناس بنقبض على الشخصيات، أو بيتم التحفظ على الشخصيات اللي هي بتبقى عايزة تسيء للنظام العام للدولة، أو مجرمين، ناس مجرمين بيعملوا حاجات غير مصرح بيها. اما ان الناس اللي هي بيحصل لها مراجعات فكريه وبيتغير فكرهم وبيبقوا من ناس صالحين للمجتمع، فدول كلهم بتتخلق لهم بيئه جيده جدا بيعيشوا فيها زي اي مواطن، وبيتم التصالح معاهم وابسط مثال اللي حصل ده، الناس اللي عملوا مراجعات لنفسهم لما كانوا بره مصر وطلبوا الرجوع لبلادهم، والقيادة السياسية سمحت لهم بمنتهى صفاء النفس وعفت ادتهم عفو عام ودخلتهم عاشوا في وسط بلدهم تاني. فاحنا مش ضد ملف ان الاصلاح وان الانسان يبقى مواطن صالح وماشي مع النظام العام. احنا ضد المخربين، وابسط مثال للكلام دوت الشخصيه اللي هي كانت بتحمل جنسيه اوروبيه وكانت في السجن سجناء، وقعدوا يقولوا ده سجين رأي وسجين مشكلة، وأطلقنا سراحه وراح لبلده التانية اللي بيعيش فيها. هم هناك دلوقتي اللي عايزين يسجنوه عشان أفكاره هدامة للنظام العام ومفيش أي مجتمعات تستحملها. وبالتالي احنا مش هنسمح للقنوات المعادية والتيارات المعادية دي انها تعبث بأمن وسلام بلدنا. احنا دايما صف واحد وماشيين في اتجاه عام، هو البناء والتعمير والسلام لمصر والمصريين. وأتمنى إن الكلام ده يكون هو ده سكتنا وهدفنا بإذن الله.